قرارات هامة واستثنائية من البنك المركزي المصري اليوم، وكيفية ربط الشهادات ال35% بالبنوك، وأيضا كيفية ربط الشهادات ال27% بالبنك الأهلي وبنك مصر. تعال نشوف التفاصيل الجديدة، بس قبل ما نبدأ الفيديو يا ريت تدعمنا بلايك للفيديو وتشترك في القناة، تفعل الجرس عشان يوصلك مننا كل جديد. الناس اللي بتقول ما بيوصلنيش إشعار من القناة، لأن حضرتك لازم تنزل أسفل الفيديو تلاقي علامة اللايك، اضغط لايك للفيديو واشترك في القناة وفعل الجرس. تعالى بقى بينا نتعرف على الفيديو الجديد. قرارات استثنائية اليوم من البنك المركزي المصري، وده لمساعدة تخفيف آثار أزمة السنترال بتاع رمسيس. أصدر البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء قرارات استثنائية متميزة، وده للمساعدة على تخفيف آثار أزمة حريق سنترال رمسيس. وقرر البنك المركزي المصري زيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي من فروع البنك بالعملة المحلية إلى 500 ألف جنيه للأفراد والشركات بدلا من 250 ألف جنيه، وده بشكل مؤقت لحين عودة الاتصالات إلى شكلها الطبيعي بشكل كامل. كما قرر البنك المركزي مد ساعة العمل ببعض فروع البنوك لخدمة الجمهور حتى الساعة 5 مساء بدلا من الساعة 3 عصرا، وده وفقا للتوزيع الجغرافي للفروع البنوك على مستوى الجمهورية، ده بناء على رؤية البنك المركزي، وذلك خلال أيام العمل الرسمية من الأحد إلى الخميس، وده يكون اعتبارا من اليوم الثلاثاء الموافق 8 يوليو لحين صدور تعليمات أخرى من البنك المركزي. أما بخصوص الشهادات المطروحة حاليا واللي كتير سألونا عنها على القناة عن كيفية ربط الشهادات اللي عرضناها في الفيديوهات السابقة، وهي شهادة 35% بالبنوك وأيضا شهادة 27%، وكيفية ربطها خصوصا مع اقتراب الموعد البنك المركزي المصري، واللي متوقع منه تخفيض أسعار الفايدة في الاجتماع القادم زي الاجتماعات السابقة، خصوصا الاجتماعات السابقة شهادة تخفيض أسعار الفايدة وأيضا تخفيض أسعار الفايدة على الشهادات تباعا. وأول شهادة معانا وهي شهادة 27% بالبنك الأهلي المصري. الشهادة هي الحد الأدنى لربطها بيكون 1000 جنيه. مدة الشهادة بيكون 3 سنوات، ويمكنك ربطها من خلال 3 أماكن. أولا إن الذهاب للبنك وأي فرع من فروع البنك، وربطها من داخل البنك. ثانيا لو انت معاك الموبايل ابليكيشن تقدر تربطها من خلال الموبايل ابليكيشن، ولكن تكون عامل ايداع للمبلغ اللي هتعمل بيه الشهادة. ثالثا ان انت تقدر تربطها من اي ماكينة من ماكينات الصراف الآلي، بشرط ان يكون المبلغ ايضا موضوع بالحساب بالبنك، وده تقدر تعمل ايداع عن طريق ماكينات الصراف الآلي من اي ماكينة من ماكينات البنك اللي انت تابع لها. اما شهادة 35% المطروحة بالبنك العربي الافريقي واللي كتير سألونا عنه، الحد الادنى لربط هذه الشهادة هو 5000 جنيه. المدة بتكون 3 سنوات. العائد على الشهادة بيكون 35% مدفوع بالكامل مقدما. وطبعا الشهادة دي مناسبة للناس اللي هتستثمر أموالها مرة أخرى، يعني هتاخد العائد المدفوع مقدما 35% وهتقدر تستثمره مرة أخرى إما في ذهب أو شهادات أو أذون خزانة، وده طرق احنا كمان شرحناها في القناة وهنشرحها في الفيديو القادم إن شاء الله. لذلك بذكرك بالاشتراك في القناة وتفعل الجرس واللايك للفيديو من أسفل الفيديو عشان يوصلك إشعار من القناة. وكمان بذكرك انك تقدر تربط الشهادة 35% ايضا من خلال اي فرع من فروع البنك او الموبايل ابليكيشن او ماكينات الصراف الآلي. والبنك هو البنك العربي الافريقي، وليه كتير فروع منتشرة على مستوى جمهورية مصر العربية. انتظرنا في الفيديو القادم، هيكون هام جدا عن شهادات هامة خصوصا مع اقتراب موعد البنك المركزي. هنقول لك على كل الشهادات ومميزاتها وعيوبها، وانت المناسب لحضرتك اربط عليه.